السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شايفين معاكم إيه؟ النهاردة بنحفظ اللي هو ورق العنب. طبعا أنا هنا أقول لكم إن الورق لازم أعصره جدا بعد ما بلفه لفة حلوة، لازم يتعصر من المية جدا جدا جدا. فايه وكمان الفروع بتاعت ورق العنب ما برميهاش. ليه؟ علشان بحطها في قعر الحلة. بحطها في ايه؟ في قعر الحلة. شايفين الحلاوة؟ شايفين طريقة الرص؟ انا ممكن كنت احطه في كيس، بس انا عندي ربنا مسهلها وعندي علب، فقلت العلب احسن علشان تبقى الحاجة محطوطة بطريقة مرصوصة رصة جامدة. اللي ما قدرش تجيب علب ممكن تحط في كيس وتقفلها بورق اللي هو البلاستر الشفاف الابيض. طبعا كمان بحط له ايه؟ احط له ليمون اللي انا حطيته في الميه، واعصر عليه كمان ليمون عليه علشان يبقى مززه حلو، وفي نفس الوقت مادة حافظة، وفي نفس الوقت ايه؟ مادة حافظة. وهنشوف ازاي بيتعمل وازاي بنحضروه بطريقة سهلة وصعبة. هي بس تحضيره في الورق اذا ما كانش مرصوص رصة كويسة، فانا ايه؟ بيتعبني في الرص. فانا صورت كمية، والكمية التانية قلت بعد ما ارص واشتغل. ليه؟ علشان ما اطولش الفيديو. في ناس كتير ما بتحبش الفيديو طويل. فرجاء اللي داخل على القناة جديد واول مرة ينساش يدوس على زرار الجرس، وكلمة الكل كلمة الاشتراك، ولايك كده حلو، وكومنت كده من ذوقكم انتوا. ما تنسنيش في اللايك، هو على يدك اليمين وايه، ويد كده ايه مضغوطة اهي زي ما انا عاملة كده نفس الحكاية اهي. شايفين الجمال والحلاوة؟ دول على كده والله العظيم دول كيلو وربع. بكام؟ ب100 جنيه. يلا بينا نروحوا انتصار نشوفها عملت ايه. يلا بينا. يلا كده احنا محضرين ايه؟ طبقين. اهم حاجه في ورق العنب يا بنات ان انا اشوفه يكون لونه اخضر وحلو، واشتريه في ايام الربيع. في ايام ايه الربيع؟ في ايام شم النسيم او بعد شم النسيم بشوي. واهم حاجة كمان اجربه اشوفه هل ده ورق عنب ولا ورق توت، وما يكونش فروعه حوالين داير مصفرة او محروقة، علشان وكمان ما يبقاش تخين، علشان لما يسلق معاك يبقى ما يشدش. فانا لازم يكون ورقته ولا تخين ولا خفيف، يكون في الموسم بتاعه، وتكون ورقته حلوة كده وخضرة خضار الزرع زي خضار الملوخية. فاهمين؟ وطبعا انا هنا على الرص ما عجبنيش، فانا هغيب وهرص شويه لان حسيت ان الرص مش مظبوط كويس. وادي العلب، يا ممكن برضو في اكياس، يا العلب يا الكيس. وادي معانا ملح ومعانا ليمون، قصدي سكر مش ملح، معلش، سكر للحفظ. معانا سكر للحفظ، السكر بيحفظ. لدرجة احنا لما نعمل المخلل بنحط كم معلقة سكر في المخلل عشان يجرمش. السكر مادة حافظة طبيعية، مادة حافظة ايه طبيعية، ما تحطيش اي مواد تانية. وشوية الليمون كده وتحطي معاها القش. وهتكوني محضرة مية مغلية من الكتل. على فكرة أنا كل ما كنت أفضي الكتل أعبيه تاني. ليه؟ أسهل لي وأحسن بدل ما أنا أحط إيه مية على النار، لأني أنا مش هسلقه سلق. أنا هغمزه بس في المية ثواني وهيتغير لونه، هيتغير إيه لونه. رحت اجيب الكات طبعا، وما تنسوش ميه بحط فيها مكعبات تلج. ليه؟ علشان يعمل له صدمه سريعه ويوقف عمليه النضج، ويوقف ايه عمليه النضج، وفي نفس الوقت هتبقى الورقه طبيعيه وحلوه زي ما هي. هي اللون بتاعها هيصفر لان انا حطيتها في ميه مغليه. طبعا هقلب السكر دلوقتي مع الميه مع الليمون علشان ايه؟ نعمل عملية المحلول بتاعه. أنا ولا هحطه في مية بمحلول ولا ببطرمنت ولا حاجة، لأن المية في البطرمنت أنا لو حطها هتاخد مية في المطرح في الفريزر بصراحة. لكن أنا لاحظت إن العلب دي أحسن لي بكتير في كل حاجة، في الكرنب، في الشهد، في الفواكه، في كل حاجة، في كل حاجة بصراحة أحسن لي. يعني هقول لكم على حاجة يا بنات، أنا لو حبيت الفريزر أسيحه
ماشي. والحاجة دي موجودة في أكياس. الفريزر لما بيسيح بيعوم، الفريزر بتعوم، فالحاجة لو في علب مش هتجرى لها حاجة، يبقى انت كده حفظتيها في علبة. فهماني؟ كلنا بنعمل كده، لازم بننضف الفريزر ونسيحه. طبعا انا لو نضفته وسيحته هتنزل التلج على قد احنا عندنا. في ناس عنديها الفريزر اللي هي هوائي، اللي هي ايه، ما بينزلش ميه، بس ما فيش حاجه ما بتنزلش. انا عندي نوعين من الفريزر. فريزر فيه تلاجة، وان شاء الله احاول اصورهم لكم. فريزر فيه تلاجة اللي هي الفريزر من تحت والتلاجة من فوق، دي مش هوائية. والتانية لان بتعمل كمية تلج شديدة. والتانية اللي هي ايه، اللي فيها هوائية، اللي هي دراج. بس برضو اللي فيها دراج برضو بتيجي عليها ايام بتقف الجهاز الترموستات بتاعته او التتليج بتاعه، لان التلج بيبقى على الجهاز كله، فبضطر ان هي تسيحي وتظبطي الفريزر علشان الفريزر يشتغل. المهم احنا دخلنا في موضوع تاني، وان شاء الله الموضوع ده انا هشرحه لكم ان شاء الله في الديب فريزر، وهشرح لكم اجهزة عندي ان شاء الله. فاحنا دلوقتي حطينا المية. على فكرة انا نسيت ما اقول لكم ان انا غسلتهم الاول، يعني لازم تغسليها مرة واتنين عشان تنزلوا من التراب، تنزلوا ايه منه التراب. فانا دلوقتي حاولت ان انا اوريكم ان انا احطهم مرصوصين راس، فانا قلت لا، فانا دهمي هياخد كده حجم، فانا بألفه لفه حلوه وبعصره يا بنات زي ما وريتكم في اول الفيديو، بعصره جامد عشان انزل الميه، عشان لو هو في ميه كتير فهيعمل تلج، ولما تيجي تحتاجيه التلج هيكسر معاك. فانت لما تطلعيها مش هياخد معاكي وقت. تطلعيها في ميه، لو انت مستعجله ممكن تحطيها في ميه دافيه، مش مستعجله رجاء انك انت تطلعيها قبليها بساعتين ثلاثه، مش هياخد وقت معاك عشان ما ياخدش سلق تاني ويتهري. انا دلوقتي تاني رحت بعد المية ما خلصت السخنة لورق العنب، جبت الكتل تاني وحطيت تاني مية في الطبق، مية هنا في الطبق وهنا في التلج. برضو بعد كده انا هعمل نصهم، والنص التاني هغير المية اللي بالتلج وهغير المية المغلية. برضو وارجع احط لهم برضو سكر، واحط لهم عصرة ليمون وقشرة الليمون، لان حسيت المية اتغيرة. مهما اغسل انا برضو هحس ان المية متغيرة. ليه؟ علشان بيديها سلقة كده بسيطة. فانا والله شطفتهم مرتين ثلاثه، يعني حوالي 3 مرات كده شطفتهم. بس طبعا انا لما شايفه الميه اتغيرت حبيت اغير الميه علشان يبقى الورق كله نظيف، لاني انا لما هطلعه وهحشيه هديله شطفه واحده او هحطه في ميه وانا بسحبهم واحده واحده. فما تنسيش عامل النظافه، عامل النظافه يا بنات، اكد عليكم عامل النظافه، تاكيد ليكم. طبعا انا هنا هبدأ ايه، اديني برص ايه شوية شوية. حطيت 2 رول في العلبة وادي بشوفي هتنيها كده، بتني كده في الجنب، والتاني كده اهو بلفه بقى عشان بلم الجناب، بلم ايه الجناب واعصر، بعصر جامد وهرص. حطيت في العلبة يعني 3 من تحت و3 تاني من فوق. شوفوا بوريكم ايه، شايفيكم بوريكم الجمال بتاعه وحلاوته. ايه رأيكم في الطريقة دي؟ يعني كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يدينا ويديكم الصحة، وما تنسونيش في اللايك وكومنت حلو والاشتراك، وتقولوا لي بتتابعوني من فين. استودعتكم عند الله لا يضيع الودائع.